السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. تغيير موعد صرف معاشات شهر إبريل شهر 4 2023 بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هعرفك موعد صرف معاشات شهر 4 شهر إبريل 2023، وهعرفك جدول زيادات المعاشات الجديدة، ومرتبك هيكون كام بداية شهر 4 2023. قبل ما نبدأ في أي حاجة، طالب منك فضلا تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو. أحب أعرفك إن شهر رمضان جاي 23/3/2023، هيكون إن شاء الله 23 مارس الجاي. النهاردة هنتكلم عن صرف المعاشات وعن الزيادات علشان شهر رمضان. كل عام وانتم بخير. شهر رمضان داخل ولازم تجيب حاجات رمضان. هو كان المفترض صرف المعاشات 1/4، فعلشان شهر رمضان المعاش هتصرف 20/3. المعاش هتصرف 20/3. ودلوقتي هعرفك الزيادات هتكون كام. يعني لو حضرتك بتاخد معاش 1000 جنيه، هيبقى الزيادة على 1000 150 جنيه. ولو حضرتك بتاخد 2000 جنيه هيكون الزيادة 300 جنيه. يعني لو حضرتك بتاخد 1000 جنيه هيكون الزيادة 150 جنيه. ولو حضرتك بتاخد 2000 جنيه هيكون الزيادة 300 جنيه. ولو بتاخد 3000 جنيه معاش هيكون الزيادة بتاعتك 450 جنيه. يعني هتاخد 3450 جنيه. طيب لو حضرتك بتاخد 4000 جنيه معاش هتاخد 600 جنيه زيادات. يعني مرتبك 4000 جنيه هتصرف 4600 جنيه. ولو حضرتك بتاخد 5000 جنيه هيجيلك زيادة 750 جنيه. يعني هتاخد معاش 5750 جنيه. ولو حضرتك بتاخد 6000 جنيه هيجيلك زيادة 900 جنيه. يعني هتصرف 6900 جنيه. وفي النهاية بشكر حضراتكم جدا، وأتمنى تشتركوا في قناتي، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.